عمرك تخيلت ان اللي يحل لغز جريمة قتل معقدة ومحيرة البوليس كله يكون شوية خرفان؟ ايوه، زي ما سمعت كده بالظبط. قصتنا بتبدأ مع راعي غنم اسمه جورج هاردي. الراجل ده عايش في كرفان وسط مزرعته مع الخرفان بتوعه. جورج مسمي كل خروف فيهم باسم مميز. عندك مثلا سيباستيان، وده اكبر كبش في الشلة دي كلها. ده كبش بيحب يسرح مع نفسه شوية ويرجع تاني براحته. وعندك بقى ليلي، ودي اذكى خروفة في المكان كله. جورج قاعد بيكتب كل التفاصيل دي في جواب، بيقول انه بياكلهم كل يوم وبيدلعهم وبيديهم الدواء بتاعهم في ميعاده، ولما الليل بيليل بيقعد يقرا لهم روايات بوليسيه وقصص غموض. جورج بيحب يعيش الدور ويتخيل ان الخرفان دي فاهمه القصه ومتابعه معاه، بس بينه وبين نفسه بيقول مستحيل يكونوا فاهمين اي حاجه من الكلام ده. لكن الحقيقه بقى العكس تماما يا معلم. الخرفان دي فاهمه كل حرف بيتقال. دول حتى بيتناقشوا مع بعض مين ممكن يكون القاتل في الروايه، وكل واحد فيهم عنده نظريه شكل. بس ليلي بقى كانت حل اللغز وعرفت القاتل قبل ما الرواية تخلص بفصلين بحالهم. بقول لك أذكى خروفة، ما بنهزرش. وتاني يوم لما جورج بيخلص القصة بتطلع حسبة ليلي صح 100%. في كمان 3 حملان صغيرين شقاوتهم ما بتتوصفش. العادي إن الحملان بتتولد في الربيع، بس هنا في حمل مولود في الشتاء. الحمل ده ملوش اسم والخرفان مش معتبرينه واحد من القطيع، عشان كده جورج بيهتم بيه زيادة حبتين وبياخد باله منه. الخرفان لما بتشوف كده بتقول عليه جورج إنه مش خروف، عشان كده ما بيفهمش. هو ببساطة مش مستوعب قصة حمل الشتاء ده. جورج عايش قريب من مدينة اسمها دينبرو. المدينة دي فيها راعي غنم تاني اسمه كاليب، وفيها جزار اسمه هام، وصاحبة فندق اسمها بيث، وفي الكنيسة في قسيس اسمه هيلكوت، وده راجل علاقته بجورج معقدة حبتين. جورج بيدخل الكنيسة وبيرمي رزمة فلوس محترمة في طبق التبرعات. ايا كان مين اللي جورج بيكتب له الجواب فهو عاوزه يجي هنا ويتعرف على القطيع بتاعه. تاني يوم الخرفان بتهيص اول ما بتلمح عربية كاليب. الخرفان دي بتحبه. في خروفين توأم كانوا ناويين يرزعوا العربية اللمعة دي نطحة، بس ليلي بتوقفهم. مفيش نطح في أي حاجة من غير سبب مقنع. بظهور كاليب الخرفان بتفتكر إن القطيعين هينضموا على بعض، بس فجأة بيلاقوا جورج بيطلد كاليب وبيزقوا بره الكرفان بقوة. في حاجة غريبة بتحصل جوه. الخرفان بتزعل وبتقول إن ده شيء محزن ولازم ينسوه كأنه ما حصلش. أي خروف هنا يقدر ينسى اللي هو عاوزه بمزاجه، ما عدا خروف واحد اسمه مابل، وده ما بينساش الهفوة، فبيطلبوا منه ما يفكرهمش بالموضوع ده تاني. وعلى العدة 3 الخرفان بتنسى زيارة كاليب دي تماما. في نفس الوقت صحفي بيوصل المدينة عشان يغطي مهرجان ثقافي محلي. في البوسطة بيث بتلمح جواب كاتبه جورج ومبعوت لواحدة اسمها ريبيكا هامستيد. بيث والبوسطجية بيقعدوا يرغوا وبيقرروا ان جواب مكتوب على ورق بريحة الورد اكيد جواب غرامي. وبخفة ايد بيث بتسحب الجواب من شنطة البوسطجية وبتخبيه. في اللحظة دي الصحفي بيقرب من بيث، بيبص بصة على ال3 ترابيزات اليتامى اللي مسمينهم مهرجان، وبيحبط احباط السنين. بيقول ده مش مهرجان اصلا. الصحفي ده اسمه إليوت ماثيو وشغال في جريدة الجازيت على قده. بقاله فترة بيدور على خبطة صحفية حقيقية، بس رؤسائه رموه في الحتة المقطوعة دي، والكتابة عن المكان ده أكيد مش هتجيب له أي ترقية. ليلي بتقرب منه وتطلب تذكرة الدخول بتاعتها بصرامة. هي ما بتهتمش غير بشغلها وأكل عيشها. إليوت بيمشي ويسيب المكان. بالليل الجو بيقلب مطر ورعد يكسر الدنيا. الحملان الصغيرة بتترعب من صوت الرعد. فهنا خروف عجوز اسمه سير ريتشفيلد بيقول لهم إن السحاب ده كان في يوم من الأيام خرفان، ولما بيشوفوا الأرض بتنشف بيبدأوا يرقصوا عشان يخلوا العشب والبرسيم يكبر. كل الخرفان هنا مؤمنة إن الخروف ما بيموتش أبدا، وإنهم بس بيتحولوا لسحاب. محدش فاكر مين اللي ألف القصة دي، بس مابل الوحيد اللي عارف إن ده هجز وإن الكلام ده مش حقيقي، بس بيأكد على القصة عشان يطمنهم. في حتة تانية هيلكوت بيقفل الخزنة بتاعته على الفلوس، وهام الجزار بيسن سكاكينه، وبيث بتقرأ جواب جورج وبتغلي من الغيظ. وفي نفس اللحظة دي عربية إليوت بتلبس في الشجرة. بيطلب وينش يسحب عربيته، وهو ماشي بيلمح نور فلاش ضرب في الضلمة، وبعدها بنسمع خبطة قوية على باب كرفان جورج. تاني يوم الصبح الخرفان بتصحى وتخرج تلاقي جورج مرمي على الأرض. ليلي بتفتكرها لعبة، بس مابل بيفحص نبض جورج وبيكتشف الكارثة. بيعرف إنه مات. ليلي بتعاند وتقول إن الموت ده مش حقيقي وإنه بيحصل في الكتب بس، وبتتأمل وتسأل لو جورج هيتحول لسحابة، بس مابل بيكسر بخاطرها ويقول لها لا، الخرفان بس هي اللي بتعمل كده. ليلي بتحط راسها على ايد جورج في مشهد يوجع القلب. الخبر الحزين بيوصل لباقي القطيع كله. من غير جورج هيعملوا ايه ويعيشوا ازاي؟ ليلي بتقول انهم لازم ينسوا جورج، وبالرغم من اعتراض مابل بيبداوا يعد ل3 عشان ينسوه. وهنا بيظهر سيباستيان وبيقول لهم مش هسمح لكم تنسوا الراعي بتاعنا بالسهولة دي، لازم كلكم تفتكروه عشان الصاحب الجدع ما بيتنسيش. جورج جاب له حقه في يوم من الايام ويستاهل يرد له الجميل. سيباستيان بيفجر لهم مفاجأة وبيقول لهم جورج كان بيربيكم
فيكم كلكم عشان صوفكم بس. والخرفان اصلا ما كانتش تعرف ليه اي خروف بيتربى عشان حاجة غير الصوف. وهنا حمل صغير بيطلع بخطوة ويسأل سؤال في الجون: هو جورج اتقتل ليه؟ في القصص بالليل اللي بيموت دايما بيكون مقتول. السؤال ده بينور لمبة في دماغ ليلي هي كمان. شوية والبوليس بيوصل، واللي اكتشف الجثة الاول كان كاليب. هام الجزار بيظهر هو كمان وبيبدأ يعد خرفان جورج. ليلي دماغها بتودي وتجيب في حيرة، ايه اللي يخلي جورج يخرج في المطر ده من غير البلطو والبورنيطة بتوعه؟ وبعدها بتلمح كوبايتين مشروب جوه الكرفان، وده معناها ان كان في حد تاني معاه. الصحفي إليوت بيوصل هو كمان، بياخد صور لجورج، بس الضابط تيم بيقول له دي أزمة قلبية، يعني مفيش قصة صحفية هنا. تيم كان دور تحت وحوالين الكرفان، بس بعد ما إليوت بينبهه بيبدأ يبص جوه الكرفان كمان. تيم عمره ما واجه قضية زي دي في حياته كلها. إليوت هو اللي بيطرح سؤال: ليه جورج يخرج بره وهو بيجيله أزمة قلبية؟ وهو كمان اللي لمح الكوبايتين اللي جوه. بس تيم مصمم وراكب دماغه انها أزمة قلبية، بيقول ان جورج هاردي ما ماتش مقتول. ليلي بقى واثقة انها جريمة قتل. جورج جاله ضيف يعرفه كويس، والضيف ده عزمه على مشروب. مفيش اي جروح واضحة على جسم جورج، وده بيشاور على انه اتسمم. وبقعة العشب الاخضر اللي على الارض دي بتأكد ان كان في خناقة عافية. ليلي بتقول ان الضابط ده زيه زي ضباط قصص بالليل، ما بيفهمش حاجة وما يقوس منه، عشان كده لازم يحلوا لغز جريمة القتل دي بنفسهم. سيباستيان بيسمع الكلام ده وبيفطس من الضحك، بيقول لها: احنا خرفان، احنا مش اذكياء كفاية عشان نحل الجريمة دي. وبيقول لليلي انها ممكن تكون اذكى خروفة في الدنيا، بس هي راحت فين في الدنيا دي اصلا؟ هي عمرها ما طلعت برها المزرعة دي، فالمفروض تسيب قضية القتل دي للبشر. بس ليلي بتشغل الكل وتخليهم يدوروا على اي ادلة. بتسأل لو حد شاف اي بني ادم هنا. حمل الشتا بيقول انه شاف شبح جورج، عشان الضلمة ما شافش كويس، بس الشبح كان ريحته زي جورج بالظبط. في اللحظة دي أجراس الكنيسة بترن. الأجراس بترن عشان تجمع أهل المدينة. الاجتماع ده عشان جورج، فالخرفان بتقرر إنها لازم تروح هناك كمان. بس سيباستيان بيقول لهم إن حوافرهم ما مشيتش على حاجة غير الحشيش. هم عمرهم ما سابوا المكان ده، وده اللي بيحصل بالظبط. أول ما ليلي ومابل بيشوفوا الأسفلت بيتسمروا مكانهم من الخوف، مش قادرين حتى يجمعوا شجاعتهم وياخدوا خطوة واحدة على الطريق. ليلي بتنام على الأرض من الرعب، بس بتلمح فرخة بتعدي الشارع ولا على بالها، فليلي ومابل بيسندوا على بعض وبيعدوا الشارع سوا. ليلي كانت واثقة ومقتنعة إنها هتحل القضية دي. بالنسبة ليها الموضوع هيمشي زي قصص بالليل بالظبط. بيوصلوا المدينة، وهناك الضابط تيم بيقول إنه ممنوع يصرح بأي حاجة عن حالة التسمم. وأول ما بيسمعوا الكلمة دي الكل بيفهم وبيتأكد إن جورج اتسمم بحاجة اسمها تكسين، موجودة في توت شجر الطقس اللي مال المكان هنا. في اللحظة دي عربية بتركن وبتنزل منها شابة زي القمر. تيم بيتنح ويقع في غرامها في ثانية، وبعدها محامية جورج اللي اسمها ليديا بتوصل هي كمان. والبنت الشابة دي تطلع ريبيكا هامستيد بنت جورج. تيم كان كلم الرقم اللي مكتوب في آخر وصية جورج عشان يجيب ليديا هنا، بس تيم نفسه ما قراش الوصية أصلا. ليديا بتقول إنها هتقرا الوصية بعد الظهر، بس محتاجة تتأكد إن القسيس هيلكوت وكاليب وبيث وهام وريبيكا وتيم كلهم حاضرين عشان متسميين في الوصية. ليديا بتقول إن ريبيكا عايشة في أمريكا، ومع ذلك موجودة في دينبروك في نفس يوم موت أبوها، وده معناه إنها كانت جوه البلد ليلة مقتل جورج. ليديا بتبص لحالة تيم وبتعرف على طول إن دي أول قضية قتل يمسكها. الخرفان بتدخل تحضر قراءة الوصية هي كمان. جوه الأوضة تيم بيسأل ريبيكا لو كانت لسه واصلة النهاردة ولا كانت هنا امبارح بالليل وقت الجريمة. ريبيكا بتقول إنها وصلت البلد امبارح الساعة 7 بالليل، بس دي أول مرة تيجي دينبروك. الخرفان بتلاحظ إن في ابتسامة مرسومة على وش ريبيكا، بس عينيها مليانة رعب. ريبيكا بتبدأ تعيط وتقول إنها كانت متفقة تقابله النهاردة. في الوقت ده مابل عينه بتزوغ على جزرة من ورا شباك تاني وبيلزق وهو بيحاول يوصل لها وياكلها. جوه ريبيكا بتعترف إن ليها أخ توأم عمرها ما شافته وإنه عايش في جنوب أفريقيا. ليديا بتدخل وتطرد إليوت وتقول له ملكش أي شغلانة هنا واطلع بره. على مخدة بتنشف في الفندق بنلمح بقعة زادرة غريبة. ليديا كمان اتصلت ببيتر ابن جورج عشان يحضر قراءة الوصية، وبتشرح إن جورج بعت لليديا نسخة من وصيته من شهرين فاتوا، بس النهاردة هتقرا وصية جديدة. الوصية دي تيم لقاها على ترابيزته ومكتوبة قبل موته ب3
3 أيام جورج كاتب فيها إنه ليه حساب هيصفيه مع كل واحد فيهم، ومن ضمن اللي قاعدين في الأوضة دي دلوقتي في مغفل وراعي غنم فاشل وحمل ربيع وحمل شتاء وضحية و2 قتلة. أول ما بيسمعوا الجملة دي الكل بيمسك في بعضه ويتخانقوا مين القاتل ومين الضحية اللي عليها الدور. جورج بيسيب لابنه بيتر 300 فدان ودي الأرض اللي مأجرها لكاليب، والريبيكا بيسيب ال 300 فدان التانيين اللي فيهم مزرعته، ومعاهم ريبيكا بتورث الكرفان والحظيرة والخرفان بتوعه. في الوصية القديمة هاردي كان متبرع بباقي ثروته لجمعية رفق بالحيوان، بس في الوصية دي بيسيب كل حاجة لريبيكا كمان، واللي هم عبارة عن 3 شكاير سماد و30 مليون دولار. من سنتين جورج عمل علاج لمرض بيصيب الخرفان وباع براءة الاختراع لشركة زراعية ضخمة ب30 مليون دولار. في اللحظة دي مابل بيسلك نفسه ويوقع كومة حاجات ويعمل دوشة. تيم بيخرج يشوف الدوشة دي جاية منين. مابل عينيه متغطية فبيندفع ويخبط في تيم ويدخل الفندق زي الصاروخ، بيكسر كل حاجة قدامه وبيقلب المكان سويقة وخراب. في وسط المعمعة دي تيم بيلمح جواب جورج في ايد بيث. مابل بيلبس في شباك، بيأكلوه ويزقوه بره تاني. هنا كاليب بيقول ان الخرفان دي محتاجة راعي، خصوصا الكبش الكبير المتوحش اللي جورج جابه من السيرك. بعدها إليوت بيسأل تيم لو حابب يعمل تصريح صحفي، بس تيم ما بيرضاش يتكلم. فإليوت بيقول له من الآخر كده هو محتاج قصة وتيم محتاج يقبض على حد، فخلينا نشتغل سوا. امبارح بالليل وعربيته بتتسحب لمح كشاف نور حوالي الساعة 9 بالليل ناحية حقل جورج، والدكتور الشرعي قال نفس الكلام ان جورج مات في وقت بين 8 و11. الاتنين بيتفقوا يشتغلوا سوا. الخرفان بتسأل ليلي ليه ما حلتش اللغز لحد دلوقتي. دي بتحل الألغاز في قصص بالليل في ثانية. ليلي بتقول لهم العالم الحقيقي مختلف عن الكتب. في اللحظة دي عينيهم بتقع على ريبيكا اللي بتدور على حاجة بره بكشاف نور. حمل الشتاء بيقرب من ريبيكا. الخرفان بتراقبها وتلاحظ ان ريحتها زي جورج بالظبط بس مش شبهه. اكيد هي كمان اتولدت في الشتاء وعشان كده جورج ما كانش عاوزها معاه. الخرفان الغبية بتبدأ تقول ان ريبيكا هي القاتلة. اخر كتاب جورج قراه لهم كان بيشرح ازاي تضيق دايرة المشتبه فيهم، فلازم حد يدخل الكرفان ويجيب الكتاب ده عشان يوصلوه للضابط تيم. اللي بيتطوع ويدخل يجيب الكتاب هو خروف عينيه دايما متغطية بالصوف وما بيشوفش حاجة. بيخبط في كل حاجة جوه الكرفان لحد ما بيوصل للكتاب اخيرا. بيسيبوا الكتاب قدام القسم التيم عشان يقراه ويحل القضية. بعد كده ليلي بتروح لسيباستيان وتسأله يعني ايه سيرك ده. سيباستيان بيقول لها انها مزيكا وملاهي، كل يوم العيال كانت بتيجي تلعب معاه وتأكله لحد ما كبر وبقى ضخم جدا. وبعدها بالليل رجالة السيرك كانوا بياخدوه حلبة ويخلوه يتخانق مع كلب لحد ما ينزف دمه، لحد ما في ليلة جورج لقاه دفع للرجالة فلوس وطلعه من الجحيم ده. ليلي بتسأله ايه اللي وداه المكان المرعب ده وليه ما كانش مع قطيعه. سيباستيان بيقول لها انه حمل شتاء هو كمان، وعاجلا ام آجلا حمل الشتاء بيبقى عاوز يمشي ويسيب المكان. تاني يوم تيم بيبص على الخرفان اللي واقفة تحت شباكه، بيقول كل ما تحصل حاجة مهمة في القضية الاقيهم نطين لي. بس إليوت بيقول له انت فقدت عقلك يا ابني. تيم بيستعرض تقدمه وبيوريه لوحة عملها، بيقول من اللوحة دي هيعرف مين من ال5 المشتبه فيهم عنده الأداة والدافع والفرصة. الأداة هي توت الطقسوس اللي مالي الكنيسة، والدافع الواضح هو الفلوس اللي هتروح لريبيكا. ودلوقتي لازم يعرف مين اللي اجتمع فيه ال3 حاجات دول ويبقى هو القاتل الحقيقي. تيم اتعلم كل الحوارات دي من قراية الكتاب. بيبدأ يحقق مع الكل. هام فاكر ان القاتل لازم يكون حد مذكور في الوصية لان جورج كان نباتي اصلا. تيم بيسأل بيث عن الجواب بس بيث بتتبل على البوسطة وتقول دي غلطتهم هما. وبعدها بيسأل كالب ليه راح مزرعة جورج الصبح. كالب بيشرح ان جورج لغى عقد الايجار فكان رايح له بعرض جديد عشان يغير رأيه. وبيقول ان تيم قرأ الوصية وعارف ان هو راعي الغنم الفاشل. بعد كده تيم بيسأل هيلكوت عن تبرع جورج. هيلكوت بيشرح ان جورج جاله من فترة وحكاله ان الكنيسة عرضت ولاده للتبني، ولما وقف على رجليه بدأ يدور عليهم بس الكنيسة رفضت تديله المعلومات دي بسبب القوانين الصارمة. فهيلكوت طلب منه فلوس مقابل انه يسلمه المعلومات دي عشان الكنيسة بتكح تراب ومحتاجة ترميم ضروري. هيلكوت بيقول ان كالب هو راعي الغنم الفاشل مش هو. تيم بيسأل ريبيكا كانت فين بين الساعة 8 و11 ليلة الجريمة. بتقول له انها كانت في الفندق اللي جنب المطار بتتفرج على التلفزيون. تيم بيناديها باسمها الحقيقي تشاسيتي كرامس. ريبيكا كانت مغيرة اسمها وتيم عمل بحث عليها وكشف ماضيها. عرف انها كانت على علاقة
علاقة بمجرم معروف وكان بينهم حساب مشترك في البنك. ريبيكا بتقول له ده كان من 3 سنين وما كنتش أعرف إنه مجرم وقتها. تيم بيسألها لو قربت من شجرة تقصوص فبترفض وتأكد إنها ما قربتش، وبيسألها عن مزرعة جورج فبتنكر برضو إنها راحت هناك. في الوقت ده ليلي غرقانة في التفكير. الخرفان بتقول لها بطلي تفكير وتتغابي، ريبيكا هي اللي عملتها. بس حمل الشتا بيتدخل ويقول لأ دي طيبة وريحتها زي جورج بالظبط. ليلي بتركز في كلام حمل الشتا إن ريحتها زي جورج، وخروفة اسمها كلاود قالت نفس الكلام امبارح لما شافت ريبيكا في الحقل من بعيد. بس ازاي شمتها من المسافة دي كلها إلا لو كانت ريبيكا هنا قبل كده؟ وكلاود مخبية عليهم حاجة ومش قايلة الحقيقة كاملة. فكلاود بتطلع غويشة ريبيكا اللي كانت عجباها عشان ملهاش نهاية، وبتشرح إن ريبيكا كانت هنا ليلة الجريمة، ولما طبطبت على صوف كلاود الغويشة وقعت منها. فليلي بتقتنع إن ريبيكا هي القاتلة. كدبت على الضابط وقالت إنها ما جاتش، بس هي كانت هنا امبارح وكانت هنا ليلة الجريمة كمان. سيباستيان بيقول إنكم بتكرهوها من الأول بس عشان حظها إنها اتولدت في الشتاء. سيباستيان كان متأكد إنها ما عملتش كده عشان هو بص جوه عينيها. سيباستيان بيتعصب وبيمشي، فليلي بتروح لتيم. مابل بيخطف كاب تيم وبيجري بيه. تيم بيجري وراهم وبيوصل على طول للغويشة المرمية في المزرعة. بياخدها لريبيكا ويقول لها دي أخت اللي في إيدك التانية، ولقيتها في مزرعة جورج اللي قلت إنك ما عتبتهاش. بيطلع إذن تفتيش لأوضة ريبيكا وتحت جزمة بيلاقي توت شجرة تقصوص. تيم بيقبض على ريبيكا. في الاسم ريبيكا بتقول له إنها مستعدة تحكي له كل حاجة. بتعترف إنها كانت في المزرعة يوم جريمة قتل جورج. جورج كان بعت لها جواب بيقول له إنه بيدور عليها بقاله 20 سنة، وبعت لها كمان نسخة من الوصية، بس النسخة دي كانت من غير الفلوس. جورج كان عاوزها تيجي عشان يتعرف عليها، ولما راحت اتكلموا عن الخرفان وحكى لها إنه مسميهم واحد واحد وعاوزها تخلي بالها منهم. بس بعدها اضطرت تكذب وتقول الحوارات دي كلها من خوفها عشان لو قالت الحقيقة هتبقى بتلبس نفسها التهمة. بس تيم ما بيصدقش ولا حرف من كلامها. تاني يوم الصبح ريبيكا هتترحل محكمة المقاطعة وتتلبس تهمة القتل رسميا. بعدها ليديا بتيجي لتيم وتقول له إن الواضح إن جورج اختار الحمل الغلط. بيتر وافق يبيع أرضه وخرفانه لكالب لأن نصيب ليلي هيبقى بتاعه هو كمان، وهيخلصوا الورق كله بكرة. ليلي بتسمع كل الكلام ده وبتسكت وتراقب ريبيكا. الشك بيبدأ يلعب في دماغ ليلي هي كمان. مابل بيقول إن مزرعة كالب الناحية التانية من السور، فما تيجوا نروح ونتعرف على قاطعنا الجديد. بس لما بيروحوا بيلاقوا خرفان كالب وشوشهم ضلمة وما بتتشافش. دول كانوا خرفان فرنساوي. ليلي بتقول إن كالب هيبقى راعي الغنم الجديد. فجأة خروف منهم بيطلع ويقول لهم اجروا اهربوا. كلاب كالب بتهوهو وخرفان كالب بتختفي في لمح البصر. فبدل ما يهربوا بره، ليلي ومابل بيدخلوا بالغلط جوه حظيرة كالب. بيلاقوا كراتين ضخمة مكتوب عليها لحوم ديمبرو. كالب وهام فاتحين مشروع لحمة مع بعض. الكلاب بتظهر وتكشر عن أنيابها. ليلي ومابل بيجروا على عمرهم والكلاب وراهم. وفي اللحظة الحاسمة سيباستيان بيظهر وينقذهم. بيتخانق مع الكلاب بكل شراسة وبيطفشهم، بس للأسف سيباستيان بيصاب إصابة مميتة وما بيقدرش يقوم تاني. ليلي مش مستوعبة اللي بيحصل. مابل بيقول لها بحسرة إنه بيموت. وهنا ليلي بتفهم ان قصة السحابة دي كانت اكبر كدبة عاشوا فيها. في لحظاته الاخيرة سيباستيان بيشوف طيف جورج. ميبل بيلمح كليب بيقرب فبياخد ليلي ويهربوا من المكان. بيصحوا باقي القطيع ويقولوا لهم يلحقوهم ويمشوا وراهم، بس لما بيشوفوا الاسفلت باقي الخرفان بيقفوا مكانهم من الرعب. ليلي بتقول لهم سيباستيان مات ولو ما مشيتوش الليلة هتموتوا كلكم انتوا كمان. كليب بيحول الخرفان لاكل، فالخرفان بتقول لها بطلي تقولي كلام يخوف، وبيقرروا ينسوا كلامها ده. وبرغم صراخ ليلي واعتراضها بينسوا كل حاجة وبيرجعوا المزرعة. ليلي بتسأل ميبل الليلة دي مش أول مرة أشوف خروف بيموت صح؟ ميبل بيقول لها أيوة أنا فاكر كل الحاجات الوحشة بس كمان فاكر الحاجات الحلوة زي وش أمي وكل أصحابي القدام. وهيفضل دايما فاكر سيباستيان. هو عارف إن الوجع قاسي بس لو نسيت مش هتقدر تنقذ الباقيين، والذكريات هي اللي بتخلي حبايبنا عايشين جوانا وما بيموتوش بجد. ليلي كانت رايحة الكرفان عشان تنسى كل حاجة لحد ما بتلمح جورج قاعد قدامها. بتسأله انت بجد هنا؟ بيقول لها ايوه انا هنا عشان انت ما نسيتنيش. وبيقول لها كليب مش هيقدر يلمس شعرة من القطيع لانك هتنقذيهم. لو عرفتي مين القاتل الحقيقي ريبيكا هتاخد القطيع وكلكم هتبقوا في امان. ليلي بتحتار هتعرف اللغز ده ازاي، وفي اللحظة دي بتفتكر البقعة الخضراء اللي كانت على ايد هاردي والصورة بتوضح وليلي بتفهم الليلة كلها. ليلي دلوقتي عرفت مين اللي عملها. هي متأكدة ان دي مش بقعة عشب ابدا. في اللحظة دي حمل الشتا بيجي يساعدهم عشان هو الوحيد اللي ما بينساش حاجة. ليلي بتخليه يغطس رجل في بوية صفرة والرجل التانية في بوية زرقاء، وبعدها حمل الشتا بيروح القسم وريبيكا بتراقب اللي بيحصل. حمل الشتا بيرسم خطوط وليلي بتوجهه. الصبح تيم بيجي ويشوف الشخبطة دي كلها. ريبيكا
بتقوله ده حمل اللي رسمها وكان بياخد أوامر من خروفة تانية. تيم بيبص بيلاقي خطين متوصلين بجورج، ناحية فيها ريبيكا والناحية التانية لون أخضر في وسط لون أصفر. تيم مش فاهم حاجة وبيحاول يمسحها، فإيده بتخضر عشان الأصفر والأزرق اختلطوا ببعض. بعدها ضباط بيوصلوا عشان ياخدوا ريبيكا لمحكمة المقاطعة. تيم بيسلمها ليهم، بس وهو بيمضي عينه بتيجي على حمل الشتاء، رجليه مليانة بويا، وهنا الفكرة بتنور في دماغه وبيجمع الخيوط. بيوقف ريبيكا ويمنعهم ياخدوها ويقول إنها ما عملتش حاجة وهو فهم الليلة. مين اللي قتل جورج بقى؟ من أول دقيقة ريبيكا وصلت فيها دينبرو كانت المشتبه الأول، لأنها كذبت بخصوص وجودها في المزرعة، وده بالظبط اللي القاتل كان مرتب له وراسم عليه. القاتل الحقيقي هو بيتر. زي ما جورج بعت نسخة من الوصية لريبيكا، أكيد بعت لأخوها التوأم كمان، وغالبا عارف بموضوع ال30 مليون فقرر يلهفهم لنفسه. بس بيتر زيه زي ريبيكا مغير اسمه. بيتر هو إليوت ماثيو، الصحفي اللي حمل الشتاء افتكره شبح جورج. إليوت عايش في البلد دي بقاله فترة، وجورج قال له إن ريبيكا جاية تزوره، ودي كانت الفرصة الذهبية لإليوت. وجه بحجة المهرجان وعمل نفسه ماشي، بس عمل حادثة عشان يرجع تاني. وبعد ما ريبيكا مشيت راح لجورج وسمم مشروبه وحط الوصية الجديدة، بس جورج كان عافي وحصلت خناقة بينهم، وفي النهاية جورج مات. إليوت هو اللي استأذن وقت قراية الوصية بحجة التليفون عشان يتسحب لأوضة ريبيكا ويحط التوت المسموم في جزمتها ويلبسها التهمة. بس إليوت ساب دليل وراه على إيد جورج، علامة زرقاء وعلامة خضراء. الأزرق ده من الدواء اللي كان بيعمله للخرفان، والأخضر جه من خلط الأزرق بالأصفر، وكان في بقعة خضراء على المخدة اللي إليوت نام عليها ليلة الجريمة. الأصفر ده من شعر إليوت اللي جورج مسك فيه في الخناقة، والصبغة الرخيصة طلعت في إيده. إليوت كان سابق شعره أي كلام وهو جاي عشان ما يبانش شبه ريبيكا وجورج ويتكشف. إليوت بينكر كل الكلام ده، فتيم بياخد شعراية من راسه. إليوت بيقول له أنا بعترف إن مش أشقر طبيعي، بس ده مش دليل يدني. بس تيم ما خدش الشعراية عشان يختبر لونها، ده هياخدها يعمل تحليل DNA عشان يثبت إنه ابن جورج، وساعتها كل حاجة هتبان وتبقى رسمي. إليوت بيحط ديله في اسنانه ويجري، وهنا التوأم اللي بيحبوا النطح بيظهروا. ليلي بتديهم الإشارة ينطحوه، وبيطيروا على عربيته يوقفوها، وبيتقبض على إليوت. وتيم بيتأسف لريبيكا، وحمل الشتاء بيجي يطمن عليها، وتيم بيبص لليلي بصة شكر وتقدير، وبعدها بيمشوا. بس حمل الشتاء بيفضل قاعد. بيث بتدي ريبيكا جواب جورج اللي كانت فاكراه جواب لرامي. بيث كانت بتحب جورج، بس بعد ريبيكا جورج معرفش يحب أي واحدة تانية. ريبيكا بتقول إنها ما تعرفش حتى اسم أمها كان إيه، فبيث بتقول لها اسمها كان ليلي. هام وكاليب بييجوا يعرضوا يشتروا مزرعة ريبيكا والخرفان، بس ريبيكا بترفض وتكرشهم عشان دول قتلت خرفان، وما كانوش حتى يعرفوا أسامي خرفان جورج اللي هي حفظاهم صم واحد واحد. ريبيكا بتقرر تغير اسمها لريبيكا هاردي، وبتشتري كل خرفان كاليب وتنقذهم وتوصل مزرعة جورج. بتروح تتقابل مع ليلي اللي اتسمت على اسم أمها، وبتقعد مكان جورج تقرا لهم أحلى القصص. ليلي بتقوم وتروح لحمل الشتاء وتسميه جورج، وبتاخده معاها، والقطيع كله بيقبله ويبقى واحد منهم. وبكده تخلص حكايتنا. ايه رأيكم في تفاصيل القضية ودماغ الخرفان دي؟ عمركم شفتوا أذكى من ليلي؟ يا ريت تشاركوني برأيكم في الكومنتات تحت، وما تنسوش دايما ان الذكريات الحلوة هي اللي بتخلي حبايبنا عايشين معانا. لو القصة ظبطت معاكم وعجبتكم اخبطوا اللايك المتين، واشتركوا في القناة عشان لسه في حكايات كتير. سلام.